فهو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون إخوة للكفار. يجب أن نفهم القرآن وأن نربي أبناءنا على القرآن وأن نلتزم بالعمل بالقرآن، فلا نكن مسير القرآني بدون قرآن، ولا نكن أنصار الله بدون إسلام، بل يجب أن نلتزم بالقرآن وأن نكن أنصار لله بإقامة شرعه والعمل بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا نشوه بالقرآن ولا نسيء إلى الإسلام كما فعل بنا. بحقك المجتمع سكت على العلاوات وعلى الإضافي وعلى الاعتمادات وعلى الحوافز وعلى الإكراميات، لكن أن يصل الأمر إلى المرتب، قوته وقوت أولاده، إذا طالب بمرتبه يعني يموت من الجوع ولا تسأل عن راتبك وقوتك وقوت أولادك، وإذا سألت فأنت مرتزق طابر خامس، في قلبك مرض، عادك وعادك وعادك. لا يجوز أن نتهم بعضنا بهذه التهم، هذه حقوق، ويجب أن تصرف الرواتب، ويجب أن يبحث عن الرواتب، لأن هناك إيرادات تقدم للمجهود الحربي. نعم، نحن ندعم المجهود الحربي وندعم الجبهات بالمال والرجال والغذاء وكل ما يحتاجون إليه، لكن كم عددهم؟ لنفرض أنهم 1,000,000 مجاهد من الجيش واللجان الشعبية، يصرف لكل واحد في اليوم 1000 ريال، 1000 ريال يعني بمعدل 2 مليار. طيب كم الدخل من بيع المشتقات النفطية والغاز؟ كم الدخل من الجمارك والضرائب؟ كم الدخل من الجوازات والمرور وغيرها من مصادر الإيرادات؟ نقل والبنك قرأ ورقة، لكن لم نرى البنك نزل بما فيه إلى عدن. هذه رواتب ويجب أن تصرف وتصرف وتصرف. هذا الشعب إن أحسننا إليه وأكرمناه وأحببناه ورعينا مصالحه ووفرنا احتياجاته ورفعنا الظلم عن كاهله، أحبنا وأكرمنا ووقف معنا، وإن ظلمناه وقهرناه وجوعناه وشردناه فإنه سيكرهنا، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا ليس تحريضا لا على مجموعة ولا على طائفة ولا على فئة، هذا الكلام موجه لجميع المسؤولين. كل مسؤول يتق الله في هذا المجتمع ويفتخر ويعتز أن يكون خادم للمجتمع، ويسهر ويتعب من أجل خدمة المجتمع، لأن هذا المجتمع مصدر فخرنا وتاج على رؤوسنا. يجب أن نتفانى في خدمته ورعاية مصالحه وحماية أمنه واستقراره وتوفير احتياجاته، وأن نقول للمحسن أحسنت كائنا من كان، وللمسيء أسأت. فالمؤتمر وأنصار الله لحمة واحدة، لا يمكن لأي حاقد ولا لأي منافق أن يثير العداوة فيما بينهم أو يفتن فيما بينهم. لقد التحموا في خندق واحد للدفاع عن اليمن واليمنيين. وواجب جميع المسؤولين أن يفهموا هذا الكلام جيدا. والكثير من المسؤولين سافروا الخارج أكثر من مرة وشافوا البلدان الأوروبية والغربية، كيف أن كل مسؤول ينافس المسؤول الآخر فيما يقدمه من رعاية ومن مصالح ومن خدمات للمجتمع، حتى وصلوا إلى قمة الكرامة، ونحن وصلنا إلى أركام القمامة. اعقلوا، عيب عليكم أن يكون غير المسلمين في نظافتهم، في خدماتهم، في مصداقيتهم،
في معاملاتهم أفضل من المسلمين الذين دينهم يأمرهم بكل فضيلة وينهاهم عن كل رذيلة. أعتذر عن بقية عناصر الخطبة نظرا لطول الوقت، وألتمس منكم العذر والصفح إن كنت قد أطلت عليكم أو جرحت مشاعر البعض منكم، فوالله لا نقصد بأقوالنا وأفعالنا إلا مرضاة الله، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، فوالله لا نخف إلا من الله، ولا نخضع إلا لله، ولا نذل إلا في طاعة الله، وأننا سنقول الحق ولا نخف في الله لومة لائم حتى نلقى الله ونحن على ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، وأعنا على حفظ كتابك العظيم واتباع سنة نبيك الكريم، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين.